أهلا بيكم في بودكاست على الهامش. معاكم إسلام السمان. هنا بنتكلم عن الاقتصاد، عن اللي مش بيتقال، عن اللي بيأثر في حياتنا وإحنا مش واخدين بالنا. النهاردة هنتكلم عن حاجة قديمة قدم البشرية، لكنها لسه بتحكم اقتصاد العالم لحد النهاردة، ألا وهي الحروب. الحرب والاقتصاد لعبة الدم والفلوس. في كل حرب في طرف بيخسر جنود، لكن كل الأطراف بتخسر فلوس. الحرب مش بس دم، الحرب هي نزيف اقتصادي حاد بيمتص الموارد وبيهز الثقة وبيغير ملامح الأسواق. تعالوا مع بعض نبص مع بعض على ازاي الحرب بتدمر وازاي بتخلي دول أو شركات غنية جدا. أول حاجة تكلفة الحرب نفسها. الميزانية العسكرية بتنفجر من سلاح وذخيرة وتمويل ورواتب وإعاشة، زي ما حصل مع روسيا. ميزانية الدفاع زادت أكثر من 30% من بعد بداية حرب أوكرانيا. تاني حاجة، البنية التحتية بتتبهدل، الطرق، المصانع، المستشفيات، كل ده بيتدمر. كمان إعادة الإعمار بيكلف تريليونات الدولارات. ثالث حاجة، العملة بتنهار، زي ما حصل مع الجنيه اللبناني بعد الحرب الأهلية. الروبل الروسي تحت عقوبات الدولية. رابع حاجة، هروب الاستثمار. المستثمر بيكره عدم الاستقرار، أول ما الحرب تبدأ الفلوس بتهرب. يا ترى مين اللي بيكسب من ورا الحروب دي؟ أكيد كله هيفكر نفس التفكير بتاعي. شركات السلاح زي شركة لوكهيد مارتن، ريثيون، بوينغ ديفنس. أسهمها بتقفز أول ما في أي حرب بتحصل أو توتر في أي منطقة في العالم. تجارة الغذاء والطاقة، وقت الحروب أسعار البترول بتزيد، القمح والغاز بيطير في السماء، زي ما حصل بعد غزو أوكرانيا. سعر القمح ارتفع 50%، والبترول لامس $130 للبرميل سعره. مصانع الإعمار، بعد الحرب بتجي شركات البنية التحتية تعيد بناء اللي اتدمر وبتكسب مليارات الدولارات من وراء الحروب. مين بقى اللي بيكون ضحية دائمة للحروب؟ الشعوب، المواطن البسيط. الأسعار بتغلى، التضخم بيشتعل، البطالة بتزيد. الحرب في بلد تاني ممكن تأثر على رغيف عيشك أنت بس، زي ما حصل في حرب أوكرانيا. رغيف العيش مصر بقى أغلى لأن القمح اتأثر. الخلاصة، الحرب دايما أغلى من السلام. مفيش اقتصاد بيخرج من الحرب زي ما دخلها، حتى اللي بيكسبوا منها بيكسبوا على بصص الشعوب. لو عجبتك الحلقة شاركها مع اللي يهمك أمرهم. لو عندك موضوع نحب نتكلم فيه على الهامش ابعت لي. أنا إسلام السمان، ودي كانت حلقة جديدة من على الهامش، والسلام.